صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى يا ولاد هنعمل شويه فول بس تحفه. طبق الفول بتاع الفطار ده والله طبق فول محترم بطريقه جميله جميله، هو يعجبكم قوي. بس قبل ما نبدا كده، لاول مره يشوف قناتي يا ريت سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. نبدا بقى. بصوا الفول جميل جميل، انا بعمله في الحله علشان بعمل كمية كبيرة بتقضيني شهر كامل، وهقول لكم ازاي بقى. ما شاء الله يعني بطريقة حلوة قوي، وهيستوي سوا جميل، مش هياخد منك اي وقت. الفول، طبق الفول ده يعني ملوش حل. اللي يعمله بالطريقة دي مش ممكن ياكله تاني من بره. عندي بقى كيلو فول بلدي بلدي، ولازم يكون بلدي مش الانواع التانية لانه بيختلف في الطعم خالص. البلدي بيبقى طعمه حلو قوي، وما بيستوي بيبقى عامل زي الزبدة والطعم لذيذ. عندي بقى كيلو فول، هنقيه زي ما انتوا شايفين كده واحدة بالواحدة، يعني ما بيعملوش كده بره ابدا. وعندي بقى طبق حلو كده كمان فول مدشوش عليه، وعندي طبق عدس، كل ده على بعضه. وعندي بقى كمان حاجة حلوة بتخليه جميل وطعمه مسكر وحلو قوي، طبق بليلة. القمح بتاع البليلة ده نفس المقدار بتاع العدس والفول المدشوش هحطه عليه، هنقيه كده برضو، وانزل بقى بطبق بليلة عليه. كل ده بقى بيستوي مع بعضه وبيدي طعم طبق الفول بجد خطير. ده بقى نقيته كله زي كده، احط بقى اغسله غسلة كويسة قوي، وانقعه في مية لازم 5 6 ساعات. لازم يتنقع 5 6 ساعات، واغير له المية كمان مرتين تلاتة، عشان الفول بالذات بيبقى فيه مادة كده لازم تطلع. ماشي، فانا نقعاه من بالليل للصبح. قمت بقى يعني ايه مرتين بالليل كده غيرت له المية، وانا بصلي الفجر والصبح كده غيرت له المية. والصبح بقى ولعت عليه كده ايه الفجر كده. بصوا غيرت المية خالص بقى وغسلته كويس قوي، وزودته مية بقى نضيفة، وحطيته على البوتاجاز. تعالوا بقى نحط له شوية تحابيش كده لذيذة بجد، مش هتسلي طعمه. عندي طماطميتين كبار مقطعاهم خرط كده او شرايح، وعندي ليمونة كاملة عصرتها ونزلت بالقشر بتاعها. القشر بتاعها ده الليمونة مهمة جدا، لانها هي اللي بتخلي الفول لونه حلو قوي. وعندي جزرتين بشرتهم، تمام كده. جزرتين بشرتهم. في حاجة بقى مهمة قوي بتزود السوى، بتخليه تسرع السوى بتاعه قوي، يعني ما ياخدش بقى ايه ساعتين تلاتة كده تلاقيه بقى زي الزبد. هحط معلقتين خل بالظبط، ونص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر. تمام كده. كده خلاص الفول كده عندي زي الفل. انا زودت الحله ميه كبيره جدا، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. انا عندي الدماسه والله، بس ما بعملش فيها انها بتاخد حاجه صغيره، وانا بعمل ايه كميه كبيره. انا غطيت عليها بقى هيغلي على نار عاليه، واوطي عليه البوتاجاز زي الشمعة، يعني اقل من الشمعة. وطبعا اغطي الغطا واحط فوق منه البراد كده او كنكه مليانه ميه. طبعا البخار اللي طالع من تحت ده هيخلي الميه دي تغلي، ان عايز يتزود ازوده الميه المغليه دي، وبحيث ان البراد يكتم اللي هو البخار اللي طالع ده عشان السخونيه تسوي الفول. بصوا كده ما كملش 3 ساعات. هو طبعا الفول بياخد 3 4 ساعات، لازم ده وضع طبيعي لازم، يعني بجد حلو جدا. حد قال لي طب وليه التعب ومش عارفه ايه كده؟ طب ما انت ممكن تجيبي الفول المدشوش وتعمليه وما بياخدش وقت. انا عملت الفول المدشوش وطلع مش حلو خالص، ولا طعم الفول ولا شكل الفول خالص. لا ده الفول اللي احنا بناكله. بصوا الليمونه اهي طبعا استوى، هشيل الليمونه بقى كده على جنب علشان ما تدخلش في الاكياس بتاعتي او في الطبق بتاعي. كده زي الفل. شفتوا الفول ساح بعد 3 ساعات، كده زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. اسيبه بقى يبرد خالص خالص 3 4 ساعات كمان، واجي اعبيه بقى وهو بارد كده. اعبي بقى في الاكياس بتاعتي على قد الطبق، على قد اكلك بقى. يعني عايزه كيس كبير ساعات اعمل كيس كبير لو حد دخل ولا حاجه، ولو كده عدد كبير هنفطر، وكيس صغير على حسب ما انا عايزه زي ما انتوا شايفين كده. عمل كام بقى الكيلو الفول ده معايا؟ حوالي 15 كيس او 14 كيس. ودي طبق كبير هنعمله الفطار اهوت، وهوريهولكوا كمان. ههرسه هرسه حلو قوي بالشوكه او بقعر كوبايه كده. بصوا زبده، وعندي بقى نزلت عليه بمعلقه طحينه على ليمونه، وعندي بقى معلقه زبده على سمنه. هسيحها قوي كده واسخنهم اخليهم يقدحوا،
وانزل بقى على طبق الفول ده. والفول طبعا بنعمل بطرق كتير، وممكن نحط عليه السلطات والحاجات دي، بس ايه احنا بنحبه كده. حطيت طبعا الملح بتاعه والتوابل كلها، كمون طبعا ونص ليمونه حلو كده، وعندي السمنه بتاعتي على معلقه زبده. بصي طبق فول بجد كامل الدسم زي ما بيقولوا، فيه الجزر وفيه الطماطم والبليله مفيده جدا، والفول المدشوش، وغير كده وكده معمول بنظافه وبحب. ان عملتيه كده بالطريقه دي انا ما بشتروهوش خالص خالص من بره، غير لو يعني ايه ما كانش عندي وكنت محتاجاه الفول. بجد بصوا الطعم، واللي يدوقه كده عمره ما هيجيبه طبعا يشتري من بره، زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده. عندي بقى الأكياس اللي انا عبيتها، شوف الأكياس اللي انا عبيتها دي بقى على الفريزر جمد، دي تقضيني ما شاء الله شهر. ما احنا طبعا مش هنفطر كل يوم فول يعني، هبقى جنب جبن وجنب البيض كده يقضيني شهر زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى على الفريزر، احطهم بقى كده في الفريزر. لايك للفيديو كتير لو سمحتوا، لايك في الفيديو كتير لو عجبكم، ما تنسونيش في لايك. كل ده بقى ووديه ايه على الفريزر. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. مع السلامه.